أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير عشان الكل يستفاد. أهلا بيكم في المحاضرة الخامسة في الإنجليزي. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، إزاي نطلب حاجة من حد بالإنجليزي بطريقة شيك ومؤدبة. ده يعتبر دليل عملي هيخلينا واثقين من نفسنا أكتر وإحنا بنتكلم. طيب، إيه خطتنا النهاردة؟ بصوا، الأول هنتكلم عن فن الطلب نفسه، الأساسيات. بعد كده هندخل على الأدوات اللغوية، يعني الكلمات اللي بتخلينا مؤدبين. وبعدين هنتعلم إزاي نرد على العزومات وإزاي نقول رأي مختلف بذوق. وفي الآخر خالص هنشوف إزاي نلمع كلامنا ونخليه يبان طبيعي أكتر. سؤال مهم. هل الواحد بيحس بإحراج وهو بيطلب مساعدة بلغة تانية؟ الحقيقة وكتير مننا بيتحط في الموقف ده وبيقلق إن طريقته تبان مش مهذبة أو هجومية. بس ما تقلقوش، الشرح ده هيدينا كل الأدوات اللي تخلي أي حد فينا قلبه جامد في المواقف دي. وعشان نبني الثقة دي يلا بينا نبدأ بالأساس. قبل حتى ما نفكر هنقول كلمات إيه، أهم حاجة هو الأسلوب نفسه اللي بنبدأ بيه. دي أول خطوة للنجاح. الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. الموضوع فعلا ممكن يكون صعب حتى لو بنطلب طلب من أقرب صاحب لينا. طيب إيه الحل؟ إننا ناخد رد إيجابي، ده مش صدفة، لأ، ده بيعتمد على 3 أفكار بسيطة ومهمة جدا. ودول هم القواعد الذهبية الثلاثة. أولاً، خليك شخص لطيف، يعني طلبك يكون بجد وبطريقة ودودة. تانياً، اختار كلامك بعناية، مش أي كلمة تنفع في أي موقف. وثالثاً، ودي مهمة قوي، افتكر دايماً إن الحياة أخد وعطاء. تمام؟ كده إحنا حطينا الأساس. ندخل بقى على الكلام التقيل، صندوق العدة بتاعنا. هنشوف دلوقتي كلمات معينة ممكن تعمل فرق من السما للأرض في درجة الأدب في كلامنا. بصوا كده على الفرق البسيط ده. جملة زي can you help me دي طريقة عادية مش رسمية بنقولها لأصحابنا، لكن لو بنكلم ضيف أو زميل في الشغل could you help me بتبقى أشيك وأكتر أدباً بكتير. ولو علينا بالمستوى شوية هنلاقي may دي بنستخدمها في المواقف الرسمية جداً، زي مع العملاء أو المدير. أما بقى لو عايزين يكون في منتهى الذوق، عبارة زي would you mind دي قمة الأدب، بتخلي الطلب خفيف جداً على اللي قدامنا. واللي بيوضح الفكرة دي قوي هو إن السياق هو الملك. يعني الكلمات اللي بنختارها بتعتمد على إحنا بنتكلم مع مين. طريقتنا مع أصحابنا غير خالص طريقتنا في اجتماع شغل. كل مقامه له مقال زي ما بنقول. طيب إحنا كده عرفنا نطلب إزاي، بس الحكاية مش بتخلص هنا. الأدب والذوق بيبانوا كمان في طريقة ردنا على الناس لما نقبل دعوة مثلا. ودي نصيحة مهمة جدا. لما حد يعزمنا على حاجة بلاش نرد بكلمة يس ونسكت. الرد ده بيبان ناشف قوي وممل. في طرق أحسن بكتير بتخلي اللي قدامنا يحس إننا مقدرينه. زي ما هو واضح هنا، جملة there is no problem دي تعتبر رد غير رسمي. أما you're welcome هي التعبير الأشيك والأكثر أدباً، خصوصاً لو بنتكلم مع ضيف أو عميل. ونيجي بقى للمهارة اللي ناس كتير بتلاقيها صعبة. إزاي أقول لحد إن رأيه ممكن يكون مش صح من غير ما أحرجه أو أبين إني بهاجمه؟ إزاي نختلف في الرأي بس بذوق؟ يعني مثلا جملة زي you're wrong دي تعتبر قنبلة، بتقفل أي كلام وبتحسس اللي قدامك إنه غلطان وممكن تحرجه. في الإنجليزي دي تعتبر هجومية جدا. لكن شوفوا البديل ده. I'm not sure you might be mistaken. في فرق كبير صح؟ هنا الواحد بيفتح باب للنقاش بهدوء ومن غير أي هجوم. دي طريقة بتدل على الاحترام حتى لو بنصلح معلومة. ونفس الكلام على كلمة هيت، دي كلمة قوية جدا وصعبة. بدل ما نستخدمها في بدايل كتير ألطف بتوصل نفس المعنى بس بشكل مهذب أكتر، زي ما احنا شايفين قدامنا. كده تمام قوي. وصلنا لآخر جزء اللي هو التلميع بقى، الفينش الأخير. هنتكلم عن الادفيربز أو الظروف وإزاي بتخلي كلامنا احترافي وأدق بكتير. شوفوا المثال ده واضح إزاي. لما أقول I can ski quite well معناها إني بعرف أتزلج كويس، يعني ماشي حالي. لكن لما أقول I can ski very well دي معناها إني لعيب ممتاز. كلمة واحدة غيرت المعنى تماماً. وفي كمان كام حاجة لازم ناخد بالنا منها، اللي هي الظروف الشاذة، يعني شكلها مش بيتغير بنفس الطريقة. وأشهرهم وأهمهم على الإطلاق هي good، اللي بتتحول لوال لما نوصف فعل. ودي غلطة بيقع فيها ناس كتير قوي حتى اللي مستواهم كويس. الجملة دي غلط لأننا بنوصف الفعل speaks بصفة اللي هي good. الصح بقى هو ده، نستخدم well عشان هي الظرف أو الادفيرب اللي بيوصف الفعل speaks. بسيطة هي.
الخلاصة يا جماعة إن الإنجليزي المهذب ده عامل زي صندوق العدة بالظبط، لازم يكون معانا الأداة الصح للموقف الصح، من أول القواعد الذهبية اللي قلناها لغاية أصغر كلمة زي الأدفيرب، كلها أدوات بتساعدنا نتواصل صح. دلوقتي كل واحد فينا معاه صندوق العدة ده، ونقدر من النهاردة نتكلم بثقة وأدب أكتر. السؤال اللي بيفضل هو إزاي كل واحد فينا هيستخدم الأدوات دي في كلامه وحياته كل يوم؟